ايه يا جدعان، عايزين كود اعدادات وكود حساسيه؟ ها؟ الفيديو اللي مطلوب مني من ناس كتير جدا، بس ما اقدرش ازعل حد فيكم، ولهذا السبب قررنا انا ونفسي ان انا اقعد افكر كده مع نفسي، لان انا في الاساس قايل ان انا مش هعلن عن كود حساسيه ليا ولا كود اعدادات، لان ده هيضرك اكتر ما ينفعك. وقلت ده في فيديوهات كتير. ايوه يا عم بودي، دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ هتديني الحساسيه ولا زي كل مره اقول لك استنى عليا واصبر لاخر الفيديو، لان في حاجه عايز اقول لكم عليها. في البدايه حابب اشكركم جدا على التفاعل الكبير اللي انتوا عملتوه معايا في الفتره الاخيره. حابب اشكر كل اخ واخت وقف جنبي وشجعني في كل فيديوهاتي وقال لي استمر وقال لي كلمه حلوه في الكومنتات. حابب اشكر كل اخ واخت برضو اللي اشترك في قناتي مش عشان مصلحته وعشان هو عايز يستفاد بس، لا عشان هو بيحبني وحب محتوايا. من ضمن كل 100 صانع محتوى على اليوتيوب اختارني انا كافضل صانع محتوى ليه. حابب اشكركم ومتشكر للمره المليون. خش بقى على الفيديو. معلومه سريعه بس كده عن الحساسيه والاعدادات. مبدئيا انا غيرت الاعدادات عن الفتره الاخيره، الكلام ده تقريبا من شهر او اقل من كده، كذلك حساسيه الاي دي اس. الحاجه الثانيه بقى عزيزي المشاهد اللي عايزك تاخد بالك كويس قوي منها، انك ما تهبش هيد شوتات اي حد. اي صانع محتوى يقول لك اقوى ايم هيد شوتات وتشوف الايم زي ما انت شايف كده، زي عندي حتى انا شخصيا. انا حاطط لك بس الفيديو دوت في الباك جراوند عشان تاخد ايه، تعيش معايا دور الجيمنج مش اكتر. مش بقول لك هي دي حساسيتي وهو ده ايمي، وانا موقف الايم اسيست اللي هو مساعده الاستهداف، اللي هو اصلا بيساعد ان الطلق يبقى لازق في الخصم بشكل اكبر. انا معطله، فدي حساسيتي بدون الايم اسيست او مساعده الاستهداف او مساعده يبقى الطلق لازق في الخصم، عشان تكون عارف. بس ما انصحكش بالحساسيه ولا الاعدادات الا في حاله واحده بس. رقم واحد، لو انت لاعب محاكي وعايز تحصل على افضل اعدادات 5 صوابع، فده افضل اعدادات من وجهه نظري انا الشخصيه، جربها ومش هتندم. نفس الموضوع برضو لو انت عايز تنقل من الايباد لموبايل او من محاكي لموبايل، فدي افضل حساسيه من وجهه نظري الشخصيه برضو، الموبايل 40 فريم وانت طالع. او لو انت لعبت في الاعدادات كتير او قعدت تدعبس في الزراير بتاعه الكنترول عندك اول حساسيه، فدي برضو افضل حساسيه، وانصحك انك تجربها اسبوع. ظبطت معاك ظبطت، ما ظبطتش ارجع لحساسيتك القديمه واعداداتك القديمه، ما تقعدش تغير من حساسيه للتانيه، كده انت هتضيع وقت ومستواك هيقل. نصيحه لوجه الله، وبرضو واعمل اللي انت عايزه. نيجي بقى لاخر حاجه واخيرا يعني وليس اخرا والاهم، دايما بسيب الحاجات المهمه في اخر الفيديو. هو انا ليه غيرت الاعدادات التبيكات؟ بدل ما هي كانت بالعرض خليتها فوق بعض او بالطول بمعنى اصح. بص عزيزي المشاهد، لما عملتها بالطول حسيت ان فيها اريحيه بالنسبه انا كلاعب 5 صوابع. حسيت ان الكنترول عندي بقى اسهل بكتير والتحكم بقى اقوى وامكن. التمكن عندي زاد جدا لما خليتهم فوق بعض، انما لما كانوا جنب بعض في الاول حسيت ان الموضوع معقد شويه. حسيت ان الحساسيه والتبيكات مش مطابقين خالص لبعض. فبرضه هبعت لك اعداداتي بحيث ان تكون ان انا برضه عملت اللي عليا، وبحيث ان انت برضه تكون فاهم اعداداتك ماشيه ازاي والكنترول عندك ماشي ازاي والحساسيه ماشيه ازاي. وبس، سلام.